السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه غنقولها اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات بالكاوكاو كيجيو خطيرين معلكين. هكا كندير واحد العقده اللي كتجي لذيذه 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 بزاف. غنشارك معكم الطريقه ديالي اللي سهله وبسيطه، وغادي تحصلوا على شي بريوات اللي كيحمقوا، اللي احسن بريوات ممكن تحضروهم لرمضان. كيجيو خفافين ولذيذين ومعلكين ومقرمشين. سمعوا معايا ما تشبعوش منهم. غندوزو للطريقه. غناخذ كيلو ديال كاوكاو البلدي اللي كيكون صغير، وغادي نقيه مزيان. الا فيه شي حاجه ندخلو للفران يتحمر. من بعد ما كيتحمر مزيان كنحكو بين يديا باش هكا كتحيد ديك القشره كامله. يعني الا بقات شي قشره قليله ماشي مشكل وصافي. وكنديه لافابو شي بلاصه يكون فيها الماء باش هكا داك القشور ما يبقاوش يطوروا ويوسخوا لينا الكوزينه. كنسوسو مزيان صافي. وكنرجع غنديرو هنايا في بلاستيكه، لانني ما غاديش نطحنو في الدار، غادي نطحنو على برا. عندي طحانه ما كطحنش مزيان صافي. غادي نجمعو في بلاستيكه بهذا الشكل. راه هاد البريوات ديروهم وجربوا هاد العقده وعلى حسابي. غادي يعني جربوهم ورجعوا قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاوكم. كناخذ 2 كيسان ديال الزنجلان اللي يكون محمر حتى هو ومنقي، يعني كنخلط كل شيء. ومن بعد غادي ندير السكر. بالنسبه للسكر درت تقريبا كاس ونص. الكاس الثاني ما عامرش، انا ما كنكثرش الحلاوه. ممكن ديروا حتى 3 الكيسان 2 كيسان. اصلا غادي تعسلوا في العسل. ودرت معلقه كبيره ديال القرفه مدقوقه. القرفه تكون عواد جديده وتكون مدقوقه يعني تكون جديده وصافي. وكنخلط هادشي هكا وكنديه يطحن. وها هو بعد ما طحن بهذا الشكل كيكون. خصو يكون اما عقده اما يكون مطحون هكا منيل. الا بقات فيه شي حبه ديال الكاوكاو ولا شي حاجه نحيدوها صافي. درت 2 معالق كبار ديال الزبده ديال الماكله. ذوبته الزبده اللي كتكون مزيانه ذوبتهم مزيان وصافي. وجمعت بالماء الزهر يعني بالعامري الماء الزهر اللي كيكون مزيان كيكون زوين وصافي. ندلك مزيان حتى كتجمع ليا العقده ديال الكاوكاو هكا باش كنتشكل ليا كويرات صغيورين. كناخذ واحد الطبق كنبدا نشكل فيه كويرات اللي يكونوا صغيورين، يعني باش ما كتجي تكون البريوه صغيره باش ما كتجي زوينه وحلوه. غير هو وحتى البريو المهم نتوما الا بغيتو ديروها متوسطه ماشي مشكل، حيت الكاوكاو اصلا ما كيقهمش ماشي بحال ديال اللوز. انا درتهم هنايا صغار صافي. من بعد مشيت خديت الورقه. خديت هنايا كيلو في الاول حتى ساليته عاد خديت هكا باش ما تنشفش ليا. كفاتني تقريبا 1 كيلو ونص ما كاملاش، يعني خذوا كيلو ونص وخدموا به وصافي. الا شطات لكم شي حاجه خدموا به شي مملحه. الا ما شطاتش لكم راه مزيان على حسب نتوما الطي ديال البريوه اللي غديروا صافي. كنقسمها هنايا على 2 كما وريتكم. وهنا الصراحه عذبني هذا الموس كان ما ماضيش وصافي وكملت به. المهم قطعوها بشي موس يكون ماضي مزيان ولا شي مقص هكا ديال الكوزينه صافي. بعد النص كل نص هذاك رديته البلاستيك غطيته مزيان باش ما ينشفش. وهذا النص قسمته على 2 صبعان. كنعبر كل 2 صبعان وكنقسم اشرطه بحال هكا. وكنخلي واحد الشريط يعني كنخدم به. وديك الورقه اللي بقات كامله كنغطيها في السلوفان ونغطيها مزيان باش ما تنشفش ليا. حيت الا نشفت لينا الورقه ما كيجي ما غاديش تسهل علينا لا نطويوها ما تجيش لينا زوينه لا المهم ما تجينا زوينه لا حتى حاجه. كندهن سطح العمل مزيان بالزيت، يعني الزيت العاديه كندهن مزيان وصافي. وكناخذ واحد الشريط بعد ما ديك الورقه الاخرى اللي قطعت غطيتها مزيان بالبلاستيك. وكنبدا نستف هكا اشرطه باش دغيا كنسالي، يعني كندير هكا دغيا كنسالي. كندير كويره كل شريط كندير فيه كويره وكنبدا كنطوي. هاد الطريقه عمليه غير جربوها راه دغيا تساليو يعني البريوات ديالكم صافي. كنطوي وكنحاول نضغط على ديك العقده الجهه ديالي اللي عندي زعما باش هكا تدخل ليا العقده بين هادوك القنيتات يجيونا عامرين. تجينا البريوه مقببه وتجينا مقاده في الشكل ديالها. كنحاول نطوي وكنحاول نجبد العقده يعني اللي عندي باش هكا كتجينا مزيره وكتجينا مقاده صافي. كناخذ الماء والدقيق الابيض كنخلطهم مزيان وكنبدا ندهن بهم بحال هكا وكنسد صافي. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله.
غنعاود معكم واحده اخرى كما شفتوا كندير هكا مثلث، كنعاود مثلث اخر وكنضغط على هذيك العقده اللي عندي وكنحاول ندخلها في دوك القنيتات وصافي، وكنحاول نزير ونلويها حتى كنكمل وندير لها الماء والدقيق وندهنها مزيان ونسدها وكنخليوهم ينشفوا. يعني ماشي غير تطويوهم وتقليوهم مباشره، لا، بحالي انا طويتهم في الصباح بكري وقليتهم بالليل، يعني خليتهم في واحد، استفتهم في واحد البلاطو يكونوا مبعدين، يعني يكونوا هكا مسرحين، واحد البلاطو كبير استفت فيه الكميه كامله وخليتهم ينشفوا على خاطرهم. يعني قلت لكم من الصباح حتى العشيه. عاد هنايا خديت مقله درت فيها الزيت كتسخن ودرت العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله بزاف، يعني تكون متوسطه باش كيجينا الورقه كطيب لينا من الداخل، كتقرمش لينا من الداخل ومن برا، ماشي تخطفوا لينا من برا ويجيونا من الداخل ما مقرمشينش، تجينا الورقه ما طيباش، لا، حيت الا جهدتوا البوطه راه دغيا غيتحمروا ويتحرقوا من برا والداخل ما غاديش، يعني دوك الطبقات ديال الورقه اللي كاينين في الداخل ما غاديش يتقرملوا وتوصلهم التحميره، يعني يكونوا محمرين. يعني ضروري عافيه اللي تكون متوسطه غير بالخاطر، ونقبلوهم هكا من الاحسن الا درتو شي مقله تكون كبيره وتعمروها بالزيت يعني تحاولوا انكم تعمروها بالزيت وتحاولوا انكم تعمروها وتبقاو تقلبوا فيهم شويه بشويه، غير كتحسوا بهم انهم شدوا في راسهم شي شويه وكتقلبوهم للجهه الاخرى باش يعني كيذهبوا كيطيبوا من جميع الجوانب. صافي كتبقاو مستمرين بهذا الشكل، نتوما كتزيدوا نتوما كتقلبوا هذوك اللي درتو الاولين بهذا الشكل. هنايا راه بداو كيتحمروا، ومن الاحسن الا كانت هكا تستعملوا الزيت اللي تكون مزيانه باش هكا يجيكم المذاق ديالهم زوين، يعني تستعملوا الزيت اللي كتكون ديال القلي. ها هما من بعد ما بداو كيذهبوا صافي كنبدا نقلب فيهم حتى كيذهبوا من جميع الجوانب، لا القنيتات ديالهم لا الجويه بجوج بهذا الشكل. صافي وكنبدا نهز يعني بصفايه ونحط في العسل اللي كنت حضرت معكم من قبل. راه بالنسبه للعسل كاين عندي فيديو قصير وكاين عندي فيديو طويل، يعني ساهل 40 دقيقه كتوجدي العسل ديالك وتحضري به الشباكيه وتحضري به بريوات بشنيخه اللي بغيتي تحضري بهذا العسل، يعني بلا ما تشريه كيجي ساهل وزوين وشي حاجه ديال الدار. صافي كنسقطر مزيان هذوك البريوات من الزيت باش هكا داك الزيت ما يخسرش ليا العسل، نتاكدوا انهم تسقطروا مزيان وصافي وكنعسلوهم. بعد ما كندير القليه الاولى كنجي كنغطيهم بالعسل بحال هكا وكنخليوهم يتشربوا، يعني كنخليهم يتشربوا على خاطرهم، من بعد كنحيدهم. وهنايا صافي راه كانوا بردوا وقدمتهم باش تشوفوا معايا، وضروري ترشوهم هادو اللي كيكون فيهم العقده فيها الكاوكاو وفيها الزنجلان، كنرشهم من الفوق بالزنجلان، ممكن ترشوهم باللوز باللي بغيتو كيجيو روعه، المذاق ديالهم رائع. غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش تقرميشه. كاوكاو كيجينا معلك، ديك العقده اللي صاوبنا كتخرج منها الريحه ديال القرفه، واحد الريحه كتحمق، غير جربوهم. وبالنسبه للبنات اللي كيخدموا هكا لي كوموند كيبقى الثمن ديالهم بين 75 درهم حتى ل 80 درهم على حسب كل مدينه.